حبايبي ازيكم؟ معاكم فيديو جديد ان شاء الله، يا رب يعجبكم. النهارده هجرب معاكم توابل باب الشام. الحقيقه انا شايفه ناس كتيره بتشكر فيها وفيديوهات كتيره بيشكروا فيهم، فيلا بينا نجرب تتبيله المشاوي الخطيره زي ما مكتوب عليها. انا تبلتها قبلها بيوم، تبلت فراخ مجهزاها على الشوي. وقايله للمحل ان هو يجهزها لي على الشوي، دي وراك تمام، وهسيبهم زي ما التتبيل مكتوب عليها من ورا بالظبط. هي المفروض بنحط تحتيها خضار، بصل، طماطم، زي ما انت عايزه. بس هو انا هحط كوكتيل كده خضار، هفرشه في الصينيه من تحت بعد برضو ما اتبلهم كويس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هو انا سايبه الفراخ دي من امبارح في التلاجة متبله بالتتبيله، المفروض بتحط عليها زبادي وبتتساب لتاني يوم او ساعتين على الاقل. سبت شويه صغيرين في الكيس، حطيتهم على برضو الخضار اللي انا هفرشه في الصينيه. زي ما انتم شايفين كده انا تبلت الخضار وحطيت عليه برضو ملح وفلفل اسود وكل ده، وفرشته في الصينيه. وهحط دلوقتي الفراخ فوقيه. هو طبعا الريحه كانت بصراحه حلوه، يعني الريحه كانت حلوه، بس مش زي الشوي برضو، يعني مش زي المحلات بتاعه الشوي. ورصيتهم كده الوراك زي ما انتم شايفين مخليين، يعني هو الراجل سايب بس الحته اللي من فوق دي، لكن شايل العظمه الطويله وفتحولي وايه ومظبطولي على الشوي. بصوا سايب بس الحته دي كده زي ما وريتكم. طبعا بتنضفيها كويس، انا بحب دايما انضفها بالليمون. ببقى عامله عندي عصير ليمون كده من قشر الليمون تحفه، هبقى انزل لكم فيديو عنه ان شاء الله. بيخلي الفراخ زي الفل وريحتها جميله ونظيفه وما بتاخدش وقت معاكي في التنظيف. بعد ما رصيتهم كده في الصينيه هغطيهم وهدخلهم الفرن ان شاء الله مع بعض، هنشوف على درجة حرارة 200. طبعا انت اعملي الكمية اللي انت عايزاها، بس انا كان وقتها عندي الوراك دي زي ما قلت لكم هم 5 وراك، وكنت متبلاهم زي ما قلت لكم بتتبيله باب الشام، ما حطيتش اي اضافات من عندي غير التتبيله دي، على اساس برضو يا جماعه ان هي تبقى حلوه يعني زي ما كله بيشكر فيها. دي شكل كده الوراك بعد ما رصيتهم في الصينيه، وهغطيهم. غطيتهم دخلتهم الفرن، ودلوقتي زي ما انتم شايفين النتيجة. انا فتحت عليهم بعد مثلا نص ساعة كده، ساعة الا، لقيتها لسه يعني محتاجة سوا شوية لسه تاني، بس هي كانت شبه استوت، بس قلت اسيبها تاني. بس زي ما انتم شايفين يعني ما وصلتلهاش التتبيلة من جوه برضو يعني، ولونها ما خدتش لون، والمية كانت كتير جدا تحتيها في الخضار، فانا شلت الغطا من عليها ودخلتها الفرن تاني لحد ما خدت اللون ده. زي ما انتم شايفين كده طبعا كان شكلها بصراحة جميل، والخضار استوى وكله تمام، واستوت وخدت لون حلو. لكن بصراحة ما عجبتناش، يعني الحقيقة مش زي ما انا كنت متوقعة من توابل باب الشام. يعني انا لو كنت تبلتها انا بنفسي بتتبيلتي اللي متعودة عليها في البيت، مجموعة توابل كده وزبادي برضو وبصل، مية بصل، كانت هتبقى احلى من كده، مع اني انا كنت حاطة مع تتبيلة باب الشام دي مية بصل، بس ما اعرفش ليه ما اديتهاش اي طعم. هي كان شكلها ظريف، والناس اللي بتحب التتبيله الهاديه اللي مش حراقه قوي ولا فزعه يعني، تتبيله هاديه هيعجبها التتبيله دي. فيا رب اكون فدتكم في الفيديو ده، يعني اديتكم فكره بسيطه وسريعه عن توابل باب الشام للشوي والمشويات. ويا ريت تقولوا لي رايكم تحت الفيديو، واللي جربها قبل كده او اي تتبيله حلوه يسيب لي كومنت ونجربها مع بعض ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش تحطوا لايك واشتراك لو مش مشترك في القناه، وان شاء الله يوصلك كل جديد وتتبسطوا معانا في القناه، ويكون قناه مفيده ليكم ان شاء الله. باي باي.